جماعة بطلوا تحطوا شجر بلاستيك كتير في البيت. خلينا نتفق، ده مش ديكور، ده جريمة في حق الطبيعة. زي ما تيجي تطلب سندوتش وتبص عليه في المنيو ويخطف عينك وينزل لك في الاخر تلاقيه مختلف تماما عن اللي صورته موجودة في المنيو. والستايل اللي هنتكلم عليه هو الستايل البايوفيليك. عارف انت لما تخش شقة وتحس ان انت داخل صوبة زراعية بس هي من البلاستيك، وتلاقي اللي قدامك بيكلمك بكل فخر ان الشجرة دي 10 سنين ما استخدمتش ولا نقطة مية. كوميديا وكده يعني. خلينا نقول ان الديكور البايوفليكي مش انك تشتري اغلى صبارة بلاستيك في العالم وتلفها باضاءة حمراء وكده انت بايوفليكي. الضوء الاصلي هو اللي بيغسل البيت، الهواء الطبيعي هو اللي بيطرد الطاقة السلبية، الملمس اللي انت تحس انك عايش مش جوه علبة سمنة. يعني تسيب الشباك يتنفس ويدخل هواء، ما تقعدش طول الوقت قافله بستاير تقيلة شبه بطانية الجيش. فكرة البايوفليكي ان الانسان بيهدى اول ما عينه بتقع على حاجة خضراء، وده مثبت علميا. يعني لو مديرك نرفزك بدل ما تكسر الدنيا انزل وقف في الجنينة وبص على الشجر والمناظر الخضراء، هتلاقي نفسك بتهدى وتلقائيا هتفكر في الاكل. يعني هنا الشجر مش بس ديكور، ده اخصائي نفسي، وفوق ده كله بياخد ثاني اكسيد الكربون هديه فوق البيع. احنا هنا بقى نجيب الشجره البلاستيك اللي لونها باهت ونرشها بمعطر نسيم الغابه اللي هو بيجيب حساسيه اصلا، ونقول لك انا كده بايوفليكي. لا حبيبي، ده مش بايوفليكي، ده بايوحيكي، بايوميكي، بايوترابنتيكي. قول لي في الكومنتات لو قررت تتخلص من الشجر البلاستيك ايه اول حاجه طبيعيه هتدخلها بيتك؟ الضوء، هوا ربنا الطبيعي، او هتجيب شجره طبيعيه. سلام.